دمتي ديمقراطياويت إرترا دمتي ديمقراطياويت إرترا بتغرينيان عربينيان زكالح دمتي حارنتن فتحن ديمقراسن لعلنا حقن أب إرترا. صوت إريتريا الديمقراطية صوت ينادي بالحرية والعدالة والديمقراطية وسيادة القانون في إريتريا، يبث باللغتين العربية والتجرينية. كبرات هاتلتي مدب دمتي ديمقراطياويت إرترا كما يتغنيو دمتي ديمقراطياويت إرترا أبنايلو معالتي ترخبون تنتنان زبل مدبا أقا أزيانن ويانن نابي زبل أرستحزات لكم تقرب سناي مكتتال منيلكم. أقا أزيانن ويانن نابي يوسف قبري هو تتبه لي حدينا أقا أزيان بأتاهم زبولو مس مريحنت حزبا ويان حرنت تግራይ ዝተራኸበ ልኡኹም ናይ ሓገዝ መብፅዓኸም ዝረኸበ ተፈሊጡ ከምቲ ዝፍለጥ ህዝባዊ ወያነ ሓርነት ትግራይ ኣብቲ ኣብ ኢትዮጵያ ስልጣን ሒዙ ዘሎ ምሕዝነት ይህወደግ ኣባል ኮይና ደርጊ ካብ ዝወደቀሉ እዋን ጀሚራ ክሳብ ዶክተር አብይ ኣሕመድ ዝመፀሉ እዋን ንኢትዮጵያ ኣብ ምምራሕ ዝለዓለ ኢድ ነይርዋ። ኣብዚ ሕጂ ተፈጢሩ ዘሎ ምዕባለታት ድማ ግዴታታ በደረጃ ፌዴሬሽን ተጓዲሉ ይርከብ። ይኹን እምበር ገና ኣባል ይህወደግ ኮይና ክልል ትግራይ ብዝምልከት ኣብ ታሕቲ ሙሉእ ቁፅፅራ ይርከብ። እንተ ኣጋእዝያን ፈላላይ ደረቐኛ ወገናዊ ጉጅለ ኮይኑ ዕላምኦም ኤርትራ ዝበሃል ሃገር ብመግዛእቲ ዝተፈጠረ ስለዝኾነ ፈሪሱ ብትግራይ ዝብል ሽም ክትካእ ህዝቢ ኤርትራ ምእንቲ ነፃነት ዘካይዶ ቃልሲ ድማ ጌጋ እዩ ነይሩ ዝብሉ እዮም። ብተወሳኺ ናይ ኤርትራ ኣስላም ደቂ ሃገር ስለዘይኮኑ ክልተ ምርጫ ክህልዎም ሓደ ፍሉይ መንበሪ ቦታታት ተወሲኑሎም ኣብ ትሕቲ ፅኑዕ ሓለዋ ክነብሩ ወይ ድማ ካብ መሬት ኤርትራ ክወፁ ዝብሉ እዮም። እሞ እዚ ኣብ ላዕሊ ተጠቕሰ ወረ ሓቂ እንተዳ ኮይኑ ወያነ ስለምታይ ነዞም ከምዚ ዝኣመሰሉ ፈላለይቲ ደርቀኛታት ሾፎኒስ ይሕግዙ ዝብል ዓብይን ሓደገኛን ሕቶ ክለዓል ግድን እዩ። እቲ ድሕዝን ድማ ወያነ ቅድሚ ሕጂ ምስቶም ንመሪሕ ሰውራ ኤርትራ ዝኾነ ስቡእ ሓመድ ድሪስ ዓዋቴ ዘፀልሙ ወገናት ጠጠው ኢላ ነይራ። ከምኡ ድማ ሕብረተሰብ ኤርትራ ናብ ዝተፈላለየ ወገናት ንምምቃሉን ምስ ገለ ወገን ጠጠው ብምባል ንገለ ወገን ምጥቃዕን ንቃልስታትን ተቃወምቲ ሓይልታት ናይ ምትዕንቃፍን ፈተነታት ተካይድ እያ። ሎሚ ድማ ነገሩ ምስ ኣጋእዝያን ዝኣመሰሉ ጠጠው ብምባል ሃገራዊ ሓድነት ህዝቢ ኤርትራ በቲንካ ኣብ ቦታ ኤርትራ ዓባይ ትግራይ ኣብ ምምስራት ይሰጋገራሎ ማለት እዩ። በዚ ጉዳይ ንብሎ ነገር እንተሎ ድማ ዝኾነ ቃልስታቱን እንታይነቱን ዘኽብር ኣካል ወያነ ሎሚ ምስቶም ንህላዊኦም ኣብ ቦታ ካልኦት ወይ መተካእታ ኮይኖም ከረጋግፁ ዝሓስቡ ከም ኣጋእዝያንን ስርዓት እስያስን ብግሉፅን ወይ ብምስጢር ኣንጻር ኤርትራ ካብ ዝግበር ፖለቲካዊ ሃንደፍደፍ እንተተቆጠቡ ዝሓሸ እዩ ንብል። ልክዕ ህዝቢ ኤርትራ ዘሕልፎ ዘሎ ፅንኩር ኩነታት ንገሊኦም ኣንጻሩ ንክለዓሉ ሰሓቢ ክኸውን ይኽእል እዩ። ይኹን እምበር ንኩሎም ኣብ ኤርትራ ሃረርታ ዘለዎም ብቐዳምነት ድማ ንኣሕዋትና ህዝቢ ትግራይን ሓለፍቱን ካብቲ ምስኦም ዘለና ጉርብትናን ምትእስሳርን ብምብጋስ ኣብቲ ፀረ ህዝቢ ኤርትራን ክውንነቱን ዝእልም ውዲታት መፃወድያ ከይኣትዉ ንዕድም። ኣጋእዝያን ድማ ትግራይ ትግርኛ ወይ ዓባይ ትግራይ ዝብል ዕላማ እንተዘይሃልዩ ምስኦም ምሕዝነት ንምግባር ይኹን ንምሕጋዞም ዝምረፁ ኣካል ኣይኮኑን በሃልቲ ኢና። ድምፂ ዲሞክራሲያዊት ኤርትራ። مستمعينا الفاضل، سلام الله عليكم ورحمة منه تعالى وبركاته. نحييكم من صوت إريتريا الديمقراطية ونقدم لكم تعليقنا السياسي التالي: الأقعازيان والويان إلى أين؟
بحسب تصريح أحد عناصر مجموعة الأجعازيان وهو المدعو يوسف جبرهويت، ذكر بأن وفدا من المجموعة التقى مع قيادات الجبهة الشعبية لتحرير تيغراي، وتلقى الوفد وعدا بتقديم الدعم اللازم. للتذكير، فإن الجبهة الشعبية لتحرير تيغراي هي أحد أطراف الائتلاف الحاكم في إثيوبيا، بل كانت صاحب النفوذ الأقوى منذ تسعينيات القرن الماضي عقب سقوط نظام العقيد منغستو هايلي مريم، وحتى وصول رئيس الوزراء الإثيوبي الحالي أبي أحمد علي. ومع ما تمر به إثيوبيا في الوقت الراهن، فإن دورها تضاءل على المستوى الفيدرالي، غير أنها لا تزال شريكا بينما تظل صاحبة السلطة المطلقة على مستوى إقليم تيغراي. أما الأجعازيان فهي مجموعة شوفينية عنصرية تنادي بدولة تيغراي تيغرينيا، يتلخص برنامجها في إلغاء اسم إريتريا واعتبارها اسما استعماريا، واستعاضت عنه باسم تيغراي، واعتبار نضالات الشعب الإريتري من أجل الاستقلال الوطني خطأ. كما لا يعترف الأجعازيان بحق المكون المسلم في إريتريا، وأن عليهم أي المسلمين الخيار بين الرحيل أو البقاء في دولة الأجعازيان في جيتوهات خاصة معزولة تحت حراسة مشددة. إن صح هذا الخبر فإنه يطرح سؤالا كبيرا وخطيرا في نفس الوقت على الجبهة الشعبية لتحرير تيغراي: ما الذي يجعلها تلتقي وتعد قوة سياسية عنصرية شوفينية مثل الأجعازيان بالدعم؟ للأسف ويان تيغراي سبق أن وقفت إلى جانب جهات حاولت الإساءة إلى رمز النضال الإريتري الشهيد حامد إدريس عواد، كما حاولت تفكيك المعارضة الإريترية إلى مكونات اجتماعية وتدعم أطرافا إريترية ضد أخرى، كما حاولت تعويق نضالات قوى المعارضة الوطنية بشتى السبل، إلى أن وصل تعاملها اليوم إلى قوى مثل الأجعازيان تسعى إلى تفتيت الكيان الإريتري ونسيجه الوطني لصالح إقامة دولة تيغراي الكبرى على أنقاضه. إن أي قوة تحترم نضالاتها وحقوق المكون الذي تنتمي إليه كجبهة التيغراي عليها ألا تغامر أكثر وتتحالف مع قوى لا ترى لنفسها مكانا إلا على أنقاض الغير كالأجعازيان ونظام إسياس، اللذان هما وجهان لعملة واحدة. ويفضل أن تتراجع عن السلوك السياسي الذي ظلت تمارسه ضد إريتريا سرا وجهرا. صحيح أن الشعب الإريتري يمر بمنعطف قد يغري البعض في التكالب عليه، ولكننا ننصح كافة الطامعين في إريتريا وفي مقدمتهم الإخوة في تيغراي شعبا وساسة بحكم الجوار والأواصر ألا يقعوا في فخ التآمر على الشعب الإريتري وسيادته. وبالطبع الأجعازيان ليست القوى المناسبة للتحالف معها أو تقديم الدعم لها إلا إذا كان مشروع دولة التيغراي هو الجامع بينهما. صوت إريتريا الديمقراطية. كبرى سمعتنا نلوم معلت حزنا لكم زغربنا مدب أبزي نعطو مسناي متساي مدباتنا كساب نرخب سلام كني دمت ديمقراسياوي إرترا.